السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم المهندس عبد الرحمن بكر من شركة ايفنت ديزاين. دلوقتي احنا في موقعنا التاني في التجمع، بالتحديد في كومباوند المصراوية. طبعا انتوا عارفين ومتابعين جميع التفاصيل الواحد دي كانت ماشية ازاي من اول الاستلام لحد ما احنا واقفين دلوقتي. طبعا احنا في المرحلة اللي احنا فيها دي شغالين دلوقتي في اعمال البورسلين اللي على الارض ده. بورسلين، تمام. خلاص انتهينا طبعا من الاجمالي اعمال البورسلين في الوقت اللي احنا فيه ده. وطبعا شغالين في نفس الوقت برضو في اعمال الكهرباء اللي هي تفتيح الاسبوتات وتغذيه السقف في نفس الوقت، واعمال البورسلين شغاله. جبنا الجبسون بورد برضو يقفل التقفيلات اللي متابعه للديزاين يعني احنا شغالين البورسلين وهو شغال، جبنا الكهرباء هو شغال برضو، وجبنا الجبسون بورد يشتغل كمان يقفل الشغل بتاعه اللي فوق اللي بعد السيراميك عشان ما نضيعش وقتنا يعني. طبعا ده الريسبشن اللي انتوا عارفينه ومتابعين معانا. وطبعا في هنا 2 اباليك، وفي هنا حته الديكور اللي هتشوفوها في التصميم دلوقتي. فطبعا احنا خدنا جزء من الريسبشن عشان نعمل اوضه جديده. ده فكره في منتهى الروعه، ان احنا بدل ما كان عندنا اوضتين بس، بقى عندنا دلوقتي بدل ما كان عندنا 3 اوض بقى عندنا 4 غرف في الشقه هنا يعني. تمام. انا حاليا موجود كده في الطرقه اللي هي كانت اساسا ريسبشن بس بقت طرقه دلوقتي. ودي وسعنا الغرف. دي تعتبر اول غرفه، مش بطاله يعني، لا كويسه جدا. وزي ما انتم شايفين كده اعمال الكهرباء يعتبر خلصت فيها، وبرضه شغالين دلوقتي في اعمال تكمله اعمال البورسلين يعني. اعمال الكهرباء خلصت، الجبسون برضه خلص، دي جاهزه حاليا للنقاشه. تمام. هنا برضو عندنا دي الغرفة التانية، ودي الغرفة يعتبر اللي احنا اصطنعناها يعني. دي الغرفة اللي احنا خدنا من الغرفة دي شوية، خدنا من الغرفة دي شوية، وخدنا من الغرفة اللي على الشمال شوية، وخدنا من الطرقة شوية، وعملنا غرفة. يعني احنا عملنا غرفة من غرفتين وطرقة. تمام. طبعا كويسة شغالين. دي يعتبر اخر غرفة لسه ما خلصتش. وبرضو كان عندنا كمر موجود هنا، قفلنا الكمر ده بالجبسون بورد زي ما انتم شايفين كده. وبرضو عملنا لها التهويه عشان برضو ما تبقاش اوضه مكتومه، ادينا لها حقها، عملنا لها التهويه بتاعتها على الطرقه يعني. طبعا دي تكمله الطرقه، وده مدخل الريسبشن زي ما انتم فاهمين. في هنا برضو مساحه كويسه لتدخيل العفش واي استخدام اخر يعني. لو دخلنا دي الاوضه اللي هي الاوضه اللي هي الثالثه معانا. تمام. الاوضه الثالثه دي زي ما انتم شايفين كده فيها كل الخامات، فيها كل حاجه. وانتوا جيتوا لاحظتوا هنا هتلاقوا ان احنا مجبسين الارضيه زي ما انتم شايفين كده، عشان حاطين عليها خامات وحاطين عليها خشب وحاطين عليها اي حاجه عشان ما نجرحش البورسلين يعني. فطبعا انتوا شايفين التجبيس ده اللي احنا بنعمله دايما بعد اي غرفه بنخلصها، بنسقيها وبنخلصها وبنعمل نجبس الارضيه كده. الشقه بعد ما تخلص خالص برده ان شاء الله هنجبس البورسلين عشان نحافظ عليه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كله. كلها ارضيات متجبسه عشان نحافظ عليها يعني. طبعا دلوقتي احنا دي طرقه تانية برضو، وعندنا هنا في وش الطرقه على طول في حمام، وفي هنا مطبخ. تمام. وفي هنا غرفه ماستر يعني. ده طبعا ده عندنا المطبخ بتاعنا. طبعا على حسب برضو رغبات العميل ما طلعناش المطبخ يبقى امريكي على بره، لا احنا شغالين على وضعه ده كده زي ما انتم شايفين يعني. وبرضو زي ما انتم شايفين برضو اعمال الكهرباء احنا شغالين في المطبخ حاليا، والكهربائي موجود معانا في نفس وجود صناعي السيراميك برضه في نفس الوقت. زي ما انتم شايفين برضه احنا نفس اللي احنا معودينكم عليه، ان العلب بتاعتنا بتكون في تحت البلاطه. تمام. زي ما انتم شايفين كده المنظر ده، العلب بتاعتنا كلها بتبقى مستوى واحد، سواء كان العلب اللي فوق الرخامه ولا العلب اللي تحت بتاعت الغسالات. هنا عندنا في 3 علب. تمام. علبتين للغسالات، وعلبه اللي هناك دي علبه الفلتر. تمام. طبعا احنا ما رضيناش نجيب برضو مفرش، ولا رضينا نجيب حاجه عشان ما نكلفش عميل تكلفه على الفاضي. احنا عملنا الموضوع ده على سيراميك يستحمل، مش اي سيراميك، مش عملناه على البورسلين. وفي نفس الوقت برضو مش هيبقى فيها مشكله وهتتسلم زي الفل ان شاء الله. ده الحمام التاني المفروض، بس هو حمام رئيسي بيغذي الغرف كلها. زي ما انتم شايفين كان جميل جدا، كان منسق وجميل. مش عارف الاضاءه كويسه ولا لا، ولكن كان جميل، وفي نفس الوقت برضو طالع شيك يعني معانا. تمام. احنا طبعا لو دخلنا هنا دلوقتي
اخر غرفه معانا اللي هي غرفه الماستر. تمام. غرفه الماستر زي ما انتم شايفين اعمال الكهرباء خلصت والسيراميك شغالين فيها، وشغالين في اخر حمام معانا هنا اللي هو الحمام الاخير يعني. تمام. ده طبعا اخر حمام معانا هنا. تمام. كان برضو اللون الازرق ده احنا كنا خايفين منه لحد ما، بس الحمد لله طلع شكله كويس يعني. الحمد لله يعني. برضو لسه باقي ارضيه الحمام ده وارضيه الغرفه اللي احنا قلنا لكم عليها. تبقى بس كده عندنا اخر حمام اللي هو الحمام اللي هو حمام الضيوف اللي هو بيبقى في الريسبشن بره خالص. تمام. ده يعتبر حمام للضيوف، ومدخله جنب الباب الرئيسي على طول. الحمام ده طبعا احنا عملناه قبل كده في شقه من الشقق بتاعتنا، ومشينا برضو جينا هنا عجب العميل فقال لنا عايز الحمام اللي كنت عاملينه في شقه دمياط، وطبعا جبناه وعملنا زيه بالظبط. نفس الحمام اللي احنا عملناه في شقه دمياط برضو العميل اختاره تاني، فعملناه في الشقه هنا عندنا بنفس تقسيمه الديكور. ومفيش عندنا هنا غير حوض والتواليت عشان ده حمام يعني حمام ضيوف يعني. طبعا احنا كده في المرحله اللي احنا فيها دي هنبتدي بقى الدنيا تظهر معانا، عشان احنا خلاص الحمد لله في الفينش الاخير، وهنبتدي ان احنا ندخل على موضوع النقاشه باذن الله. وبعد النقاشه نبتدي بقى ندور على الابواب وندور على اعمال الديكور بتاعتنا. فالحمد لله احنا اوشكنا كده على الانتهاء، والصعب يعتبر لحد ما خلص الحمد لله. استنوا تابعوا الفيديو التسليم باذن الله وتسليم العميل والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. كان معكم المهندس عبد الرحمن بكر من موقع التجمع. شكرا.